عندي 78 سنة وبحمد ربنا الحمد لله. بشوف اللي أصغر مني ماشي. المحل ده أبا عن جدا. أنا حماية ميت عمره 100 سنة، دي كانت شغلته العرقسوس. بعد كده جوزي ابنه استلم بداله، بس هو كان موظف في الاذاعه والتلفزيون بس استلم بدل باباه. جه جوزي مات، انا قاعده باحفادي وابني والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله. ده جوز حضرتك قال لي مات سن كبير، عندي 78 سنه، متجوزه عمري 18 سنه، ويمكن النزول والطلوع ده مش مخلي سن كبير. 78 سنه داخله في الثمانينات، بشوف اللي اصغر مني ماشي. يقولوا صحياني بدري والنشاط ده حلو. بحب اجي هنا من الساعه 8 ولا 7 الصبح، افضل قاعده لغايه لما اقفل، حتى لو النطره بتنطر مكاني ده احبه. اشتغلت ما اشتغلتش بفضل قاعده. مشهوره بالاشارب الاحمر، بس النهارده مش لابسه احمر وانا بحبها، بقوم افتح وكده يعني انا ما بتضايقش. بقوم ساعات ما فيش حد الولد مش هنا ولا ابني مش هنا، بقوم ابيع وزبايني ايوه يا حاجه وكلهم بيحبونا. وبعدين احنا معروفين سنين السنين من ايام باب الشعريه العربيه الحمراء، وبعد كده هنا كان عاملاه عصير لعب اطفال. الحمد لله. نفسي في ايه؟ ربنا يسترها معانا والحمد لله. حفيدي اللي واقف دون كليه حقوق، احفادي كلهم حلوين، اللي بكالوريوس تجاره واللي كليه حقوق خلص لسه هيخش الجيش. ابن بنتي بردك محاسب، ابنها التاني داخل شرطه عشان ابوه ضابط شرطه. ليا بنت وولد. ايام زمان جميله، ايام جوزي وكنا نقعد بردك ايام زمان بنفضل سهرانين هنا. احفادي واصحابهم يجوا يقعدوا معانا شويه هنا، بيحبوا المكان، بيجوا بيقعدوا احسن ما يقعدوا على قهوه، احسن ما يقعدوا في البيت. بننزل التلفزيون فيه تمثيليه في بتاع، بنقعد وانا بتسلى قاعده، ما بطيقش اقعد في البيت. انزل من الصبح اكل هنا واشرب هنا واروح بالليل انام. وبعدين معروفه يعني والناس كلها عارفيني والحمد لله ربنا رضانا والحمد لله ربنا بيبعت الرزق. تعالي والحمد لله. مش اي حد يجي يشرب مننا، حاجتنا كلها طبيعي وحلوه، مفيش ولا لون ولا حاجه. الدوم الاسواني حلو غير الدوم السوداني، بيجي لنا من اسوان واحنا بنصنعه، يعني ما بنشتغلش ولا فلون ولا بودره ولا حاجات من دي، طبيعي. وبحمد ربنا الحمد لله. وانتوا ولادي ربنا يخليكم ويوفقكم يا رب.